ايه العاده اللي انت شايفها عاده ماليه او ماني هابت بتشوفها كتير من الجنزي بيخطئوا فيها؟ احنا بنصرف كتير. انا كيوسف بوبا بقى وماتشا بوبا وماتشا واسبانيش لاتيه كل مرتين في اليوم، وتلاقي هو على الله ويعني ايه بيقسط كل حاجه ولازم ماتشا ولازم بالظبط. احنا عندنا مشكله ان احنا بنصرف كتير قوي، بنصرف وساعات بنصرف على حاجات مش شرط تبقى حاجات انت محتاجها، وشرط تبقى حاجات يعني برضو تعالى نتفق على حاجه. لو انت مبسوط في حياتك ان انت بتصرف كتير انت كسبت يعني خلاص، يعني انا مبسوط لك قوي وربنا يوفقك وخلاص انت حرفيا كسبت. بس لو انت بتحاول مش حتى تحوش، بتحاول تعمل فلوس اكتر، بتحاول تستثمر فلوسك، يبقى اول حاجه نبدا ابص عليها هي طيب انت بتشرب كام كوبايه قهوه في اليوم؟ تاني حاجه هبدا ابص عليها اجن، انت مش لازم تبقى يعني مش لازم تعزم نفسك. انا بالنسبه لي مثلا في حاجات انا مش مستعد ان انا اقطعها من حياتي. انا بحب القهوه قوي، هشرب كوبايتين قهوه في اليوم، والله اشربهم ب 40 جنيه 50 جنيه، هشربهم ب 500 جنيه يا عم، ده كيف ومزاج، عشان في الاول وفي الاخر برضو انت بني ادم ومحتاج تتبسط. ولكن في حاجات يعني مثلا انا بصرف كوبايتين قهوه في اليوم بغض النظر هم بكام، بس انا بجد بشتري لبس والله العظيم مره في السنه، حرفيا مره واحده في السنه. بالنسبه للناس انت مجنون، انت ازاي تعمل كده؟ انا بحب اشتري لبس كل شهر. انا بالنسبه لي خلاص، انا لقيت ان دي تكيفتي، انا مستريح بجد. الفلوس بالنسبه لي هي انا عندي حاجات اساسيه انا عايز اصرف فيها، اي حاجه زياده على ده بحطها في استثمار. الاستثمار مش شرط خالص يبقى ان انا بحطها في البورصه او بحطها في ذهب او بحطها في عقار، غير لو انت ربنا مبارك لك ومعاك مبلغ كبير كفايه ان انت ممكن تحطه فعلا يرجع لك عائد. الاستثمار هنا هيبقى ايه؟ اتعلم. ايه ما انا حد بيقول لي معايا 10000 جنيه 20000 جنيه 50، استثمرهم في نفسك. على فكره والله انا بكلمك بجد، انا بالنسبه لي لو انت خدت 10000 جنيه دي واتبسطت بيها والله العظيم ده استثمار احسن من انت تحطهم في البورصه، عشان على هتبقى اتبسطت. عشان البورصه انت يعني انت لو حطيت ال 10000 جنيه وبيرجع لك 22% في السنه، هرجع لك كام اول سنه وثاني سنه وثالث؟ يعني فاهم قصدي؟ ولا حاجه. فمن وجهه نظري موضوع الباسيف انكم ما تركزش على الباسيف انكم. لو انت عايز تعمل فلوس وانت نايم، انت لازم تنمي في نفسك مهاره وتعرف تنشئ شركه تعرف تعمل لك ده. بس فكره ان انت هتبقى بتعمل فلوس من ال 10000 جنيه 20000 جنيه 100000 جنيه اللي معاك وانت نايم، دي فكره احتمالياتها صغيره. بس عشان طب ما انت ممكن تاخد ده وتحطه في تستثمره في شركه. وعلى فكره احنا مش بنتكلم على شركه كبيره، انت الناس كلها دلوقتي بيعملوا هدوم، بيعملوا لبس، انت فتحت لوكال براند، ما هو 100000 جنيه انت ممكن تروح تشتري 2-3 توب وتعمل بيهم 100 هودي وتبيع الهودي وتكسب من 100000 جنيه عليه 20000 جنيه، عملت 20000 جنيه زياده. وممكن تخش يعني انت موظف وتخش بارتنر مع حد بيعمل ده، فبتاخد برسنتج او بتاخد نسبه من اللي هو بيعمله، فده جنب شغلك عادي جدا. عشان كده انا بالنسبه لي في الاول خالص لما كنت بتكلم لو انت بتعمل من 4000 جنيه ل 10000 جنيه تستثمر فلوسك في ايه؟ انا شايف ما تستثمرش فلوسك، اشتغل شغلانه تانية جنب اللي انت بتشتغلها، او ابدا نمي في نفسك مهاره تعلي الانكم بتاعك ده وتعلي الدخل. بالظبط، دي المشكله. فتوصل الدخل بتاعك من 4 ل 10 من 10 ل 25 مثلا، من 10 ل 5 بالظبط. وانس انت وصلت من 10 ل 25 اقدر اجي اقول لك ايه، طيب انت دلوقتي لقيت مهاره عرفت تدبل الانكم بتاعك. يعني انت كنت بتقبض من 4 ل 10، انت دلوقتي عرفت تدبل، عرفت الدبلر اللي داخلك. ده معناه ان المهاره بتاعتك مهمه. طيب احنا ايه المهارات اللي جنب المهاره دي اللي احنا نقدر ننميها فيك اللي هتخليك تدبل مرتبك تاني، تدبل مرتبك مره تانية؟ انا دايما بحب بقى افكر في الموضوع ده كده. وهقول لك برضو على حاجه، انت تفتكر احنا بنكلم كام حد في الاسبوع عشان نشتغل معهم؟ انا شركتي اسمها SZN Media او SZN World، احنا we're media company. هدفنا ان احنا بنقدم محتوى مفيد للشرق الاوسط للميدل ايست كله. تفتكر انا كيوسف بالحجم الكونتنت اللي انا بعمله، انا بنزل 3 مرات في اليوم، 3 ريلز جداد في اليوم كل يوم بقالي 4 سنين، والبودكاست بينزل اللي هو SZN Media بتنزل ريل في اليوم، فانا بنزل 4 في اليوم مش في الاسبوع، في اليوم. انت تفتكر انا بكلم كام واحد في الاسبوع؟ كام؟ 80 واحد. انا بكلم 80 شخص جديد، وعندي تراكر ممكن اقول لك بكلم 80 شخص جديد كل اسبوع. ال 80 شخص دول عباره عن ناس معارف، ناس معارف صحابي، يعني في منهم صحابي، في منهم صحابي، وفي منهم ناس ما يعرفوش اصلا انا مين ولا اسمي ايه ولا شركتي ايه. هدفي معهم هو ايه؟ بخبط على ابواب. ده بالنسبه لي المعنى الحقيقي للسعي، اللي هو يا جماعه
انا بقدم سيرفيس، انا بقدم خدمه، انا مش هسيب باب غير لما اخبط عليه. بغض النظر على فكره، انا سبحان الله دلوقتي بقيت اكتر شراكات بتيجي وربنا بيكرمنا فيها جدا 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 هي الشراكات اللي انا ما ببقاش متوقع ان اصلا الشخص ده هيرد. يعني انا بجد بكلم حد وبيقعد 2.5 شهر ما بيردش، 3 شهور ما بيردش، وبيتفكس لي وبيحلق لي وبيحطني في الثلاجه وبيعمل اللفه دي كلها، وبعد كده سبحان الله في اسبوعين بتتقفل. الناس بس مش يعني احنا كجيل للاسف مش مستوعبين حجم المجهود اللي لازم يتحط عشان فعلا توصل اللي انت عايزه.